السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلًا بيكم في فيديو جديد. الحقيقة فيديو النهارده من أكتر الفيديوهات اللي أخدت وقت في التحضير ليها، كذلك برضه من أكتر الفيديوهات اللي أنا كنت مستمتع وأنا برضه قاعد باحضّر ليها، لإن الفيديو مليان أرقام، مليان databases وكده، فأنا باحب أشتغل على الحاجات دي جدًا يعني. من يومين نزّلت ask على الإنستجرام باسأل فيه هل كطالب في تركيا هتقدر تعيش ب90 ل$100 في الشهر، مع العلم إنك معاك سكن ومعاك وجبتين في اليوم؟ النتيجة كانت زي ما أنتم شايفين كده، في 76% yes وفي 24% no. بس هو الموضوع بديهي، يعني دلوقتي لو أنا اديتك سكن واديتك أكل كل يوم، وأنت واحد مثلًا مش بتخرج من البيت وقاعد على طول بتذاكر مثلًا وكده، فطبيعي إن المبلغ أكيد هيكفّيك يعني، وهتقدر إنك تنظّم فلوسك على مدار الشهر كله. بس أنا مش باتكلّم على النوع ده من الناس، أنا باتكلّم على النوع اللي بيخرج على طول، على النوع اللي بينزل كل أسبوع يشتري حاجات كتير وكده. مش حاجات كتير، يعني هو كده مش هتقدر إنك تشتري حاجات كتير بالمبلغ ده، ولكن تشتري احتياجاتك الأساسية يعني. فإحنا ممكن نغيّر صيغة السؤال من إزاي تقضّي الشهر ب$90 لإزاي تعيش كويس وتعيش مبسوط ب$90. الفيديو متقسّم لجزئين، أول جزء مجرّد بس إن أنا هاقسّم الفلوس على احتياجاتي في الشهر كلّه، يعني شغل ورقة وقلم كده. الجزء التاني من الفيديو هيكون عبارة عن إني بانقل الموضوع من ورقة وقلم أو بانقل الموضوع من دماغي والنظام اللي أنا نظّمته في دماغي لsystem أنا عامله، بانظّم فيه كل الفلوس اللي أنا هادفعها في الشهر. باعمل track لكل حاجة أنا بادفعها، هاوريكم برضه إزاي باحوّش، إزاي باعمل خطة للمدى القريب والمدى البعيد، بحيث إن أنا أطوّر نفسي كل شهر من الناحية المادية. فمن غير ما نطوّل أكتر من كده، خلّينا نخش في الفيديو على طول. طيب إحنا زي ما اتفقنا إن إحنا هنضبّط نفسنا على $90 في الشهر، تمام. فإحنا هنشوف الدولار دلوقتي بيعمل له كام بالتركي. حلو. فدلوقتي هنعمل الدولار تو ليرة. أوكي. إحنا عايزين دلوقتي $90. $90 بيعمل له 3060 ليرة تركي، فأنا هظبط نفسي على 3060. أول حاجة في فلوس ثابتة أنا بدفعها كده كل شهر، زي مثلا المواصلات لو في اشتراكات معينة، لو الجيم مثلا، فدي حاجات كده أنا هدفعها كل شهر، فدي بشيلها من المرتب في بداية كل شهر. طيب بالنسبة لي أنا بدفع مواصلات 250 في الشهر. في subscriptions بقى اللي هي سبوتيفاي واللي هي كانفا، فدول بدفعهم كده دول عاملين 133. الحاجة التالتة وهي الجيم، بس الفكرة ان الجيم بعد ما الجيم بتاع الجامعة فتح فالجيم بقى ببلاش، فما عادش بدفع خلاص اشتراك جيم تاني، فده مش هنحسبه دلوقتي. بس برضه عشان لو حد بيشوف الفيديو وعايز يعني ياخد فكرة عن أسعار الجيمات هنا في تركيا، أسعار الجيمات بيكون من 700 ليرة لحد 1000 ليرة. هي طبعا بقت غالية جدا حاليا، ما عادش بروح بره يعني، دلوقتي بقيت بروح جيم الجامعة بس. طيب في حاجة كمان، الحلاقة مثلًا، أنا لسه حالق من يومين. كنت باحلق قبل كده ب150، بس الحلاق أصَرّ عليَّ إن هو ياخد 200، فدفعت 200. أنا شايفك اللي هتقول لي باحلق شعر ودقن ب30 جنيه، فدي بتختلف عامةً يعني. إجمالي الحاجات اللي أنا دفعتها دلوقتي 588، هنطرح 3060 ناقص 588 كده هيكون 2472. طيب دلوقتي أنا متبقي معايا 2472، تعالَ نشوف إحنا هنقسمهم إزاي على الشهر. أنا باحب أقسّم الشهر ل5 أجزاء، كل جزء منهم 6 أيام. كل 6 أيام أنا باشتري فيهم حاجات معيّنة، باعمل فيهم مشاوير معيّنة ثابتة معايا كل 6 أيام دول. طيب حد هيسألني أنت ليه مثلًا مش بتقسّمهم لأسابيع، ليه مش بتقسّم الشهر ل4 أسابيع وخلاص؟ الفكرة لو قسّمت الشهر ل4 أسابيع فكده هيبقى 4 في 7 28، هيبقى كده 28 يوم، فده هينطبق بس على شهر 2 اللي هو شهر فبراير يعني، اللي هو 28 يوم، إنما بقية الشهور هتكون 30 يوم، 31 يوم، فكده هيكون متبقي لي يومين أو 3 في الشهر ما حسبتهمش، فأنا هافضل عايش في اليومين أو ال3 دول بس. فأنا لازم أكون حاسب كل حاجة بالضبط، بحيث إن أنا أقدر أحسب حسابات دقيقة وأنا باعمل كل الكلام ده. حتى لو هتلاحظوا إن أنا باحسب بال2 ليرة، باحسب ب3 ليرة، مش يعني مثلًا لو 2472 مش باخلّيهم 2470، لإن لو فضلت إن أنا أقرّب كل حاجة لأقرب رقم صحيح وكده، فهالاقي الدنيا باظت معايا، هالاقي إن في فروقات كتير أوي وهابقى مش عارف الفلوس دي راحت فين. تمام. طيب بعد ما قسّمنا الشهر ل5 أجزاء، كل جزء منهم 6 أيام، تعالَ نشوف إحنا هنصرف في ال6 أيام دول إيه بالضبط. أنا باحب أقسّم الصرف ل3 حاجات. أول حاجة groceries أو اللي هي البقالة، الحاجات الأساسية، اللي هو العصير، اللبن، العيش، لو أجيب مثلًا حاجة مُعلبة آكلها في الأسبوع، كده يعني. الحاجة التانية هي الdining out أو اللي هو الأكل برّه، لو أنا مثلًا كل 6 أيام عامل حسابي إن أنا ممكن آكل مرّة برّه. الحاجة التالتة وهي الentertainment أو اللي هو مثلًا إيه، التسالي وكده، اللي هو مثلًا في آخر الأسبوع باحب أتفرّج لي على فيلم، فاجيب لي مثلًا شيبسي، حاجة معيّنة تسالي كده آكلها، لِب.
دي هي التقسيمة بتاعتي يعني. طيب بعد ما قسمناهم لثلاث فئات، تعال نشوف احنا هنصرف في كل واحدة منهم قد ايه. تعال نشوف كده مع بعض. دلوقتي انا لما حسبتها على نفسي لقيت ان الجروسريز، لما انا قسمتهم يعني ما بين الحاجات الاساسيه اللي انا محتاجها: اللبن، العصير، الفاكهه، البينات، التوست، لقيت ان كل حاجه هتكون 185. طبعا هو انا ممكن كل اسبوع اجيب حاجات مختلفه عندي، يعني ممكن اجيب مثلا بدل اللبن حاجه تانية، اجيب بدل الفاكهه اللي ب 40 دي اجيب مثلا بدلها حاجه تانية مثلا ب 45 ولا حاجه. بس الفكره ان انا حطيت الحاجات الاساسيه وحسبت التوتال بتاعهم هيكون 185. فانا كل مره هروح اشتري فيها حاجات هحرص ان انا ما اعديش ال 185. تمام النقطه دي. الحاجه التانيه هي الدايننج اوت، او اللي هو الاكل بره يعني. انا عامل حسابي ان انا لما اكل بره الاكل ما يزيدش عن 150. الحاجه التالته هي الانترتينمنت، او التسالي بقى اللي انا بجيبها وكده. انا عامل حسابي ان انا هو في كيس معين في دماغي، في حاجه معينه في دماغي بجيبها هي 27، فالحاجه دي بجيب منها مرتين مثلا كل 6 ايام. لو هاكل مثلا في نص الاسبوع كل مره اخر الاسبوع، فهيكون 27 زائد 27. طيب الخطوة التانية، تعال نجيب مجموع كل حاجة لوحدها هيكون قد إيه. دلوقتي أنا عندي 185. 185 هضربها، أنا قلت إن أنا هقسم الشهر لخمس أجزاء. تمام، فأنا هضربها في خمسة، كده 925. يعني أنا هحتاج في الجروسريز 925. أوكي. الحاجة التانية 150. 150 في خمسة 750. 750 ده كده في الشهر كله. طيب الانترتينمنت 54. 54 في خمسة كده 270. كده نكون حسبنا التكلفة بتاعت كل واحدة منهم في الشهر. هبقى عارف إن أنا مش هعدي ال 925 مثلا بالنسبة للجروسريز في الشهر ده. هنيجي دلوقتي بقى نحسب التوتال بتاعهم كلهم عشان أنقصها من المجموع بتاع المرتب بتاعي كله، أو الفلوس اللي فاضلالي اللي هي 2472. كده لما جمعت 925 زائد 750 زائد 270، كده الناتج كله بقى 1945. يبقى كده فاضل لنا من المرتب 2472 ناقص 1945، يبقى كده 527 ليرة. ده كده كل اللي فاضل لنا في الشهر. طيب نيجي بقى للجزء الأتقل والأهم، واللي أهم حاجة عندي إنكم تطلعوا منه بالفيديو وأنتوا فاهمينه كويس، وهي الفاينانس تراكر، أو الجدول اللي أنا بعمله أو النظام اللي أنا بعمله عشان أتتبع كل حاجة أنا بصرفها. النظام اللي أنا ممكن أحوش منه، النظام اللي أنا آم، بعمل منه حرفيا كل حاجة في حياتي. تمام. طيب تعالى نكتشف بس كده الأول مع بعض. احنا عندنا أول حاجة في income. المرتب بتاعي مثلا زي ما قلنا إن هو 3050. الحاجة التانية هي الإكسبنسز اللي هي المصاريف اللي أنا بصرفها، ودي لحد الآن احنا صرفنا 583، اللي هي الحاجات الأساسية الأولية في الشهر اللي قلنا عليها في أول الفيديو. طيب هننزل كده تحت شوية هنلاقي السبندنجز، أو اللي هي المصاريف اللي أنا صرفتها. عندنا أول حاجة هي المواصلات زي ما اتفقنا اللي هي 250 ليرة، فدي حسبناها خلاص. الحاجة التانية اللي هي سبسكريبشنز، زي ما قلت السبسكريبشنز بتاعتي أو الاشتراكات اللي بدفعها 133. الحاجة التالتة هي الحلاقة مثلا 200 ليرة، فدي برضو حسبتها. طيب هنيجي بقى للحاجات التانية اللي هي التقسيمات اللي أنا قسمتها. أول حاجة للجروسريز مثلا، احنا زي ما لسه حاسبين من شوية قلنا اللي احنا هندفع جروسريز كل شهر 925 ليرة. طيب احنا حاطين اهو في هنا خانة اسمها المانثلي بادجت، اللي هو البادجت اللي أنا محدده كل شهر للحاجة دي. فأنا محدد 925. تمام. كذلك في الدايننج اوت انا محدد 750، محددها برضه في المانثلي بادجت. تمام. الانترتينمنت انا محدد 270 ليره. طيب ايه بقى فايده ان انا محدد اصلا هنا؟ دلوقتي بقى عندنا جدول مهم، هو جدول الاكسبنسز اللي هو المصاريف يعني. دلوقتي انا وعندي على الشمال اللي هو الانكم اللي هو لسه قايل عليه من شويه يعني. طيب دلوقتي انا مثلا هنزل اشتري حاجه معينه، ودلوقتي هنزل على فكره اشتري. بس انا هفهمكم بس الفكره عامله ازاي. دلوقتي النهارده انا هشتري مثلا جروسريز، النهارده مثلا كام في الشهر؟ النهارده 12/9. احدد الفئه اللي انا هشتري منها، وليكن الجروسريز مثلا. ولنقل مثلا انا هصرف 100 ليره. اوريكم بس الفكره ماشيه ازاي. 100. هنزل في السبندنجز اللي تحت، هلاقي اللي انا دفعت هنا اهو 100 ليره. هو اوتوماتيك كده على طول، وبيقول لي ان انا صرفت قد ايه من 925 دول. طبعا ال 100 ليره من 925 نسبتها 10% في الفورمولا هنا. فده فايدته دلوقتي بقى ايه؟ انا دلوقتي مثلا صرفت 500 ليره من الجروسريز دي، وانا مش عارف ان انا صرفت ال 500 دول من الجروسريز. فمش هفضل كل شويه اطلع من الجدول اللي فوق دول وافضل اجيب الجروسريز لوحدها وافضل اجمع وكده. فده بيساعدني ان انا لما اجي اشتري
بقالة تاني او جروسريز تاني، فبص انا لسه فاضل لي قد ايه، فاعمل حسابي برضو وانا بشتري كل اسبوع انا فاضل لي برضو قد ايه من هنا، لان ممكن كل اسبوع ما تظبطش، ممكن مثلا ان انا اشتري حاجه زياده شويه الاسبوع ده، فساعتها هقلل الاسبوع الجاي. مثلا في الدايننج اوت، انا احدد مثلا هنا دايننج اوت، وليكن مثلا هصرف مثلا المره دي 137، فهنزل تحت كده للخانه بتاعت الدايننج اوت او الاكل من بره، هلاقي انها اتضافت برضه بشكل اوتوماتيك 137، ده اللي هو بيمثل 18.2% من ال 750 دول. فبكده كل ما ازود هيزود برضه هنا. طيب في خانتين كده انا ما اتكلمتش عليهم، وهي الاكسترا جروسريز، اللي هي الحاجات الزياده اللي انا بشتريها في الشهر، انا اوريدي خلاص اشتريتها فانا هزودها وبعدين هوريها لكم. طيب رجعت لكم تاني بعد ما زودت الاكسترا جروسريز او اللي هي الحاجات الزياده اللي انا بشتريها في الشهر. هي مش حاجات زياده، هي حاجات اساسيه كده كده، بس انا الحاجات دي مش لازم اشتريها كل شهر، باستثناء المناديل مثلا. طبعا المناديل مثلا انا اشتريت مناديل 25 ليره زودتها. نودلز، هي اندومي بس انا بكتبها نودلز يعني عشان ما احسش بالذنب قوي، لان هي اكله سريعه ورخيصه وكده. طبعا في حاجات كتير احسن، مش هنفضل نتكلم كتير عن الاندومي، انا مش جاي انصحك عامه. النودلز بشتري 3 باكيتات، كل باكيت ب 34 34 في 3 ان شاء الله تكون 102، هي 102 اه. الحاجة التالتة جبت شاور جيل، جبت شامبو، الحاجات دي ممكن مشتريهاش الشهر الجاي لأن هتكفيني مثلا شهرين أو شهر ونص، فعامل حساب إن أنا مش هشتريها الشهر الجاي. فخلاص زودت كل الحاجات دي واتضافت تلقائي بشكل تلقائي للإكسترا جروسريز يعني، أو الحاجات اللي هي الزيادة. كده التوتال بتاعهم 222. طيب أنا مش هفضل بقى أجيب أحسب لكم وأطرح لكم كده، أنا عامة حاسبها. فاضل بقى 300 ليرة كده من الحسبة دي كلها، دي بقى بسميها فلوس الاستهبال، والفلوس دي بصراحة أساسية في أي حاجة. أنا حتى عامل عليها ستوب أهو وحرق فلوس عشان أحس نفسي إن أنا إيه، أحاول أقلل منها كل شهر يعني. فلوس الاستهبال دي بقى إيه، اللي هو عارف أنت لما تكون قبل ما تطلع البيت عايز تجيب شوكولاتاية، عايز تجيب إزازة حاجة ساقعة مثلا، جبت مثلا مية مثلا وأنت عطشان، فالحاجات دي كلها بتندرج تحت مسمى الاستهبال يعني. وفي الآخر هي برضه أساسية إنها تتحسب، يعني دلوقتي مثلا يوم 12 الاستهبال اهو، جبت مثلا ازازة مية تربطي، الازازة مثلا دي ب10 ليرة، فهي اتزودت في خانة الاستهبال اهو، 3% من ال 300. فكذلك برضو انا بفضل اخلي بالي بقى ايه، كل ما اجيب حاجة فيها استهبال وكده بخلي بالي ان انا قدام 300 ليرة بس، يعني هستهبل بيهم، فما احاولش ازود عنها. بس فتقريبا كده انا جمعت تقريبا كل حاجة هنا، كل المصاريف اللي انا الممكنة اللي انا ممكن اصرفها جمعتها هنا. طبعا الموضوع في الاول ممكن يكون صعب ان انا اقدر ان انا انظم الموضوع بالشكل ده، بس انا جربت الموضوع على نفس الشهر ده يعني، ولقيت نفسي ان انا عارف امشي نفسي بالنظام ده بالظبط، فعشان كده شاركته معاكم طبعا. طبعا في ايكونز، في صور حلوه وكده، انا هسيب لكم اللينك بتاع الموقع اللي انا جبت منه الايكونز دي، اسمه فلات ايكون، هسيب لكم اللينك بتاعه برضه لان انا من الناس المهووسه بحوار الايكونز، فلو انت زيي فانا هسيبه لك برضه. طيب خلينا في الجروسريز بقى، اللي هي الحاجات الأساسية، البقالة الأساسية. أنا دلوقتي هنزل أجيب جروسريز وأوريكم لما أرجع بعد كده إزاي هقعد أحسبها قدامكم وأوريكم هل فعلا أنا بجيب كده في الأسبوع ولا بضحك عليكم يعني. أنا نزلت دلوقتي ورايح البيم. البيم طبعا من أشهر الماركتس اللي موجودة في تركيا كلها، فعشان كده قلت أشتري منه، لأن الأسعار بتاعته موحدة في تركيا كلها، فأي حد يعني هيقدر إن هو يجيب بنفس الأسعار دي تقريبا، فرق 2 3 ليرة حاجة زي كده. طيب انا لسه طالع من البيم، جبت عصير ولبن، وجبت توست، وجبت كمان شيبس كده حلو برضه بحبه، اللي هو اللي ب 27 اللي لسه قايل من شويه، 27 ونص بالظبط يعني. عامه لما اروح هوريكم بقى دفعت في كل حاجه كام، وهنحسبها ازاي بقى ايه في الجدول بتاعنا. ورجعت لكم مره تانية، تعال نشوف بقى احنا صرفنا كام بالظبط. اول حاجه النهارده طبعا يوم 12، الحاجات اللي انا اشتريتها جروسيز طبعا اللي هي البقاله. طيب انا جبت ايه، حطيت اللبن والعصير والعيش مثلا. دلوقتي المجموع بتاعهم 73 ونص، اللبن كان ب22 ونص، العصير كان ب21، والعيش كان ب31 تقريبا 33 ونص. انا عامه حسبت التوتال بتاعهم وحطها على طول يعني. جبت شيبس، الشيبس طبعا قلنا ان انا هحسبه من انترتينمنت او اللي هي التسالي وكده، فعندي ايه، ممكن نسميها سناكس يعني مش لازم انترتينمنت، ما علينا. تشيبس طبعا احنا قلنا انها في 27 ونص، فهي في 27 ونص يعني.
طبعا زي ما انتم شايفين كل حاجه اتضافت اوتوماتيك للجدول اللي تحت. طبعا في 100 انا كنت حاططها معاكم كده ايه عشان اوريكم، بس انا ما دفعتهاش فانا هشيلها دلوقتي. فبعد ما شلت ال 100 زي ما انتم شايفين كده انا صرفت 73 ونص من اصل 925. كذلك الانترتينمنت صرفت 27 ونص. بالنسبه للفاكهه فانا جبت فاكهه من يومين اوريدي، بجيبها من مكان تاني يعني غير البيم. انا جبت تفاح. التفاح بالظبط كان جبته ب 41 ليره. طبعا ده من الجروسريز يعني، لازم طبعا احدد الفئة عشان يجي لي تحت. جبته يوم 8. انا عندي جدول تاني اصلا مسجل فيه كل حاجة، بس انا دلوقتي بسجل معاكم يعني. بس كده انا سجلت الفاكهة برضو اللي انا جبتها، اتحسبت برضو من ضمن الاجمالي. انا برضو في خانة عاملها للريسيت، اللي هي الخانة دي مثلا لو انا الريسيت اللي انا جايبه من المحل عايز ارفع الصورة بتاعته هنا، بحيث ان انا لو نسيت مثلا الاسعار بتاعت كل حاجة افتكرها فاحطه هنا. الريسيت مثلا بتاع اشتراك مثلا معين ممكن اعمله سكرين شوت من الايميل اللي بتبعت لي واحطه برضه هنا، فالموضوع ده برضه بيكون مفيد ساعات يعني. بس انا على طول بنسى الريسيت فمش هحط دلوقتي اي حاجة في الريسيت، انا كده كده فاكر الاسعار في دماغي دلوقتي بس جيت سجلتها على طول. طيب هل الموضوع وقف لحد كده؟ لا طبعا ما وقفش لحد كده. دلوقتي انا عندي حاجه مهمه جدا انا مزودها، ودي بصراحه انا شايفها اصلا من اهم الحاجات اللي انا ممكن احطها في الجدول دي، لان هي اللي بتساعدني بقى ان انا انظم كل شهر عن التاني. دلوقتي what could I save in the next month، إيه اللي ممكن اوفره في الشهر الجاي. دلوقتي مثلا انا حاطط الشاور جيل شامبو نودلز، مثلا انا هقلل استهلاكي للاندومي او النودلز بمعدل مثلا باكت، فانا حاطط الحاجات دي ايه اللي انا ممكن اوفرها الشهر الجاي. الانترتينمنت انا ممكن مثلا بدل ما اجيب كيسين وباكل مرتين مرتين كل 6 ايام، اخليها مثلا مره واحده فالموضوع هيكون 135. لو ما عرفتش ممكن اقلل بعد كده السعر ده شويه. كانفا انا مثلا دلوقتي خدت الايميل بتاع الجامعه فمش هدفع خلاص اشتراك كانفا تاني، هقدر ان انا اخش فيه مجانا بالايميل بتاع الجامعه. الدايننج اوت ممكن ان انا اوفر 150 ليره، بدل مثلا ما اكل 5 مرات في الشهر ممكن اكل 4 ولا حاجه، او اقلل مثلا شويه في الفلوس لو ما عرفتش هشيلها عادي. الهير كات انا حلقت في نص الشهر ده، فهوفرها في الشهر الجاي فمش هحلق تاني الشهر الجاي غير في اخر الشهر خالص مثلا او اول الشهر اللي بعده. فساعتها انا دي الحاجات اللي انا وفرتها، كده وفرت 714 ليرة. طيب في حاجات بقى مثلا انا عايز اشتريها، عايز اشتري مثلا شوز، عايز اشتري جاكيت، عايز اشتري اي حاجة الشهر الجاي. فمن الفلوس اللي انا وفرتها هنا هقدر ان انا اشتري من الحاجة دي. انا طبعا عمليا يعني ممكن اوفر اقل من الفلوس دي، مش هوفر 700 بالظبط، ممكن مثلا اوفر 400 300 ولا حاجه عشان نكون واقعيين. بس دي الاحتمالات اللي انا حاططها لنفسي، ايه الحاجات اللي انا ممكن اوفرها بالظبط لو ما عرفتش، لو انا لقيت نفس الشهر الجاي في حاجات انا عايز اشتريها فساعتها هصرفها فيها. مثلا شاي قهوه وبتاع. طبعا في ناس ممكن تسال بقى ايه، طب ما في حاجات اساسيه تانية زي الشاي القهوه السكر الحاجات دي، بس الفكره ان الحاجات دي انا كلها جايبها من مصر فعشان كده مش بدفع فيها فلوس خالص يعني. طيب انا كده تقريبا شرحت كل حاجه في الموجوده في السيستم ده، وطبعا هسيب اللينك بتاع السيستم ده كله في الديسكريبشن عشان لو حد عايز يحط يطبقه على نفسه يعني لو هو بيستخدم نوشن وكده. دلوقتي هنرجع بقى لحاجه مهمه، انا قلت لكم في اول فيديو ان انا ازاي هظبط نفسي في الشهر ب $90. في الحقيقه اصلا المرتب بتاعي مش $90، المرتب بتاعي $100، هو 3000 ونص يعني $100 اللي هو 3400 هنزود عليهم 100 الحسبه بتاعتي في الشهر كله، هلاقي نفسي ان انا وفرت 450. لو انا قدرت اوفر اكتر من كده في الحاجات التانية اللي انا بشتريها وكده ساعتها ده برضه هيبان عندي هنا في الاحصائيات بتاعت شهر سبتمبر. طبعا احنا في شهر سبتمبر يعني عندي طبعا التوتال مانثلي انكم اللي هو المرتب الشهري بتاعي 3500، الحاجات اللي انا دفعتها 1094، وهنا يظهر لي التوتال الحاجات اللي انا وفرتها اللي هي مثلا هتكون 450 ليرة. بس انا من اول الفيديو اتعمدت ان انا ما احسبهاش بحيث ان احنا نمشي على ال $90 بالظبط، ولا كأن ان في فلوس زياده عن كده. في حد هيسأل طب احنا هنعمل ايه ب 450 ليره اللي احنا وفرناهم دول او اي فلوس هنوفرها؟ تستثمر بيهم بقى في تجيب بيهم دولارز وتحوشهم، تجيب بيهم ذهب، تجيب بيهم اسهم، تجيب بيهم اي حاجه. ومش هخش برضه في الموضوع ده بالتفصيل وكده. في لينك قناه حلوه جدا بصراحه انا بحب اللي انا اتابعها، قناه واحد اسمه استاذ وائل السلوكي، هسيب لكم اللينك برضه بتاع في الديسكربشن، ده بصراحه فادني في حته الفاينانس والشغل وكده. طيب في حاجه برضه في الجدول انا ما اتكلمتش عنها، هي السيفنجز اللي هي الحاجات اللي انا بحوشها وكده. انا دلوقتي مثلا عايز اجيب موبايل جديد، فمثلا سعر الموبايل ده 20000 جنيه، فدلوقتي انا من الفلوس اللي انا حوشتها لحد دلوقتي 2000 جنيه.
تمام، فلحد دلوقتي جبت 10% من سعر الموبايل ده. لو مثلا في فلوس تانية حوشتها من شغل مثلا انا بشتغله وبحوش مثلا جزء منه كمان، فانا هقدر ان انا احوش اكتر من كده. تمام. فهنا برضو بحط الحاجات اللي هي اللي على المدى الطويل. عايز اجيب مثلا موبايل جديد، عايز اجيب مثلا كورس معين، انا مثلا عايز اخد كورس في الفيديو اديتنج، بحدد سعره واشوف انا اقدر ان انا اجيبه في قد ايه. ده اليوم التالت من تصوير الفيديو، ودي المرة التالتة اللي اصور فيها الحتة دي. صورتها مرتين بس اتمسحت، مش عارف ايه، يا رب دي كمان متمسحش. في حاجة أخيرة بس عايز أقولها، وهو إن النظام ده ما كنتش بعرف إن أنا أطبقه في الأول، لأن كان في مصاريف كتير وكان في حاجات كتير كنت ببقى مضطر إن أنا أشتريها أول ما وصلت هنا في تركيا. فالنظام ده قدرت إن أنا أطبقه بعد عدد كبير أوي من الشهور. يعني أنا كنت في الأول كنت بخلص الفلوس كلها، وكنت كمان بضطر إن أنا أستلف. فصعب قوي ان الواحد يطبق نظام مثلا زي ده. انت بتجرب اكتر من نظام لحد ما تشوف انسب حاجه ليك. النظام اللي انا عملته عامه على التطبيق بتاع نوشن، انا هسيب لكم طبعا اللينك بتاعه تحت في الديسكربشن لاي حد بيستخدم نوشن. لو انت بقى بتستخدم ورقه وقلم، لو انت بتستخدم اكسل، بتستخدم اي حاجه في الدنيا، هتقدر انك تطبق عليه نفس فكره النظام ده، لان النظام بيتبع فكره اللي هو فيه انكم، اللي هو الدخل بتاعي، الاكسبنسز اللي هي المصاريف اللي انا بصرفها، تالت حاجه وهي السيفنجز او اللي هي الحاجات اللي انا بحوشها، الفلوس اللي انا بحوشها كل شهر. فلو انت بتقدر انك تطبق الثلاث حاجات دول في اي نظام على اي ابلكيشن او على اي حاجه في الدنيا، فخلاص انت كده تمام، وكمل في اللي انت بتعمله. حاجه اخيره بس، هو ان النظام ده بيختلف من حد للتاني على حسب مسؤولياته. يعني دلوقتي مثلا لو انا واحد عايش لوحدي في شقه وكده، فهحتاج ان انا ازود مصاريف البيت مثلا اللي انا هاجره، هحتاج ازود مصاريف في الاكل اللي انا باكله في الاسبوع، سواء مثلا هجيب زيت، هجيب رز، هجيب الاحتياجات الاساسيه دي، بحيث ان انا اقدر اطبخ مثلا وكده. وفعلا في فتره من الفترات كنت بطبق طبعا نظام تاني مناسب للموضوع ده، بس دلوقتي خلاص انا قاعد في سكن، فمش مضطر ان انا احسب كل الحاجات دي خلاص. فكل واحد على حسب مسؤولياته بيحط النظام بتاعه. بس كده انا خلاص خلصت كل حاجه لها علاقه بالفيديو ده. متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناه بحيث يوصلك كل جديد ان شاء الله. والفيديو الجاي ان شاء الله هيكون عن كل المصاريف اللي انت هتحتاجها اول ما توصل تركيا. يعني محتاج تجيب معاك كام، هتصرف ايه في الاول، كل الكلام ده. بس كده، اشوفكم في الفيديو الجاي ان شاء الله، في رعايه الله. مع السلامه.